نروح بقى يا ابو حميد ابلبع لي 15 كوبايه شاي عشان ابقى هيلسي. اقول لك ما ينفع. المشروب الاكثر شعبيه بعد الميه واللي العالم استهلك منه 5.8 مليون طن عام 2018. انه هذا المشروب اللذيذ. اصل كلمه شاي مشتق من اللغه الصينيه من كلمه تشا كنطق جنوب الصين. اول من زرع الشاي هم الصينيون القدماء، حيث تم اكتشاف الشاي عام 2727 قبل الميلاد. اقول لكم بقى القصه العجيبه بتاعت اكتشاف الشاي. كان في امبراطور صيني اسمه شي نونج، كان راجل كبارة كده، كان بيحب يغلي الميه قبل ما يشربها كنوع من العلاج. وبالصدفه وقعت ورقه شاي في الوعاء اللي كان بيغلي فيه الميه. عمك شي نونج ده حب المشروب وقال لاصحابه عليه، وبكده الشاي اصبح مشروب شائع في الثقافه الصينيه. طيب ايه هي بقى فوائد الشاي؟ الشاي فيه مضادات اكسده، واللي موجوده اكتر في الشاي الاخضر. مضادات الاكسده دي بقى مفيده في ايه يا محسن؟ مضادات الأكسدة دي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ وتقوية جهاز المناعة ونضارة البشرة. بالإضافة لكده الشاي وبالأخص الشاي الأخضر يستخدم في الدايت والخسسان. بس خلي بالك وأنت بتحط السكر في الشاي بدل ما تبهدل الدنيا. بعد ما شفت الفوائد الكتيرة دي هنروح بقى يا أبو حميد أبلبع لي 15 كوباية شاي عشان أبقى هيلسي. أقول لك ما ينفع. ما ينفعش. لأن ما ينفعش تشرب أكتر من 4 كوبايات شاي في اليوم. ليه؟ الشاي فيه مواد منبهة للجهاز العصبي اللي منها الكافيين، واللي موجودة أكتر في الشاي الأسود. وشرب الشاي قبل النوم بفترة قصيرة ممكن أن يؤدي إلى الأرق. الإفراط في تناول الشاي خطر على مرضى القلب لأنه بيزيد من سرعة ضربات القلب. ما ينفعش مع الناس اللي عندها هشاشة عظام أو أنيميا، لأنه بيمنع من امتصاص الكالسيوم وبيأثر على امتصاص الحديد. عشان كده تفصل بين الأكل اللي فيه كالسيوم وحديد والشاي، وتزود الحديد والكالسيوم في الأكل شوية. فعلشان تحصل على فوائد الشاي وتتجنب الأضرار لازم تعتدل في شرب الشاي، وما تشربش أكتر من 4 كوبايات في اليوم.